عاملين ايه يا ابطال؟ النهاردة هنتكلم عن الدرس السادس بعنوان مصادر جميع البيانات وتحليلها. طيب يا ترى العلماء في مختلف المجالات بيعملوا ايه لما يحبوا يعرفوا معلومة جديدة؟ اكيد بيجمعوا البيانات. بس السؤال المهم، البيانات دي بتيجي منين؟ ممكن تيجي من كتب او سجلات او استبيانات او تجارب، لكن مهما كان مصدرها لازم نجيبها من مكان موثوق، يعني من مكان نثق ان المعلومة فيه صح مش غلط. طيب بعد ما العلماء بيجمعوا البيانات بيعملوا بيها ايه؟ بيبدأوا في تحليل البيانات دي. طب يعني ايه اصلا تحليل البيانات؟ يعني نراجع النتائج ونفكر في معناها، نحاول نفهم من الارقام والملاحظات دي ايه اللي بيحصل فعلا. وكمان يا ابطال، ممكن نستخدم برامج كمبيوتر عشان تساعدنا، زي برنامج مايكروسوفت اكسل. البرنامج ده بيخلينا نحط الارقام ونرسم بيها رسوم بيانية توضح المعلومات بشكل جميل وسهل الفهم. وبكده نكون خلصنا الدرس السادس. انتظرونا